أو عن لاعب أنت دربت محمد قاسم سابقا، شنو رأيك بمستواه مع الزوراء هذا الموسم؟ أنا كل سنة أتوقع أنه محمد قاسم، لأنه محمد قاسم من توجه له التحية من كان بنفط الوسط، يعني دربت شهرين أعتقد، كان صغير يعني عمره تقريبا 16 15 تقريبا. أكثر لاعب كان يتدرب وأكثر لاعب حضورا كان، يعني مثلا قبل الفريق يعني بساعتين كان يكون متواجد ويتمرن جيد. وكنت أتوقع له أنه يعني لعبت أكثر من لعبة، لعبتين يعني لعبة الكاس، يعني كان صغير وكان جيد. وكنت أتوقع له أنه يكون أفضل، وحتى كان طموحه هو أنه حتى بالاحتراف له يعني ما كان يتمنى أنه يروح في دول يعني مستواها أقل من عندنا، يعني دول القريبة للدول، كان يتمنى أنه مثلا بين تركيا بين دول مثلا أوروبا يروح. ما أعرف أنه بعض الأحيان الحالة، ما أريد أقول الحالة النفسية، لأنه الحالة النفسية أكو حالتين، هي حالة صحية وحالة إدارية. يعني بعض الأحيان يتوجب عليه أنه على طول يكون شخص قريب من عنده شلون يوجهه بالاتجاه الصحيح. هذا اللي يحتاجه بس التوجيه، ويكون هذا يعني حالات اللي ممكن قد تساعده. وبعدها يعني هو يعني مقتبل العمر وعنده كثير من الامور يقدمها، ويبتعد عن كثير، يعني يبتعد عن اشياء، يبتعد هو يعرف عن ايش اقصدها. يعني هذا الكلام ما معناه، اقصد انه عليك بمراجعه النفس على مستواك. واحد واثنين، يعني بعض الاحيان الناس لازم توجه بالاتجاه الصحيح، لانه انا ممكن اوجهك انه انت شلون مثلا شلون تطيب الدافع انه انت لازم ما تكون جالس على مصلة الاحتيال، لازم تلعب، انه هذا مو افضل من عندك وهذا كذا، وانت لا. هاي كرة القدم لو يأذيك لو يرفعك. هاي كرة القدم، انت متحكم بنفسك، انت من تكون جيد اكيد المدرب ما راح يغبنك، اكيد المدرب راح المدرب لمصلحة النادي طبعا، ومصلحته، مصلحة الفريق كمجموعة. الآن كرة القدم لا نجومية ولا الفروقات الفردية الصغيرة. الآن كرة القدم عطاء، واحد الجهد، اثنين الجماعية، ثلاثة التنظيم في الملعب، التنظيم الجيد في الملعب. هذا المدرب يريد. أنا اليوم ماكو نجومية، اليوم أنت نجوم تعطيني هذه، ماكو فروقات فردية بينك وبين اللاعب الآخر إلا بأشياء بسيطة، ممكن اللاعب الآخر يتفوق عليك. هنا اليوم عندك الجهد اللي تعطيه بالملعب، اللعب الجماعي، التنظيم بالملعب، هاي تعطيك كرة القدم. زين، بودي أن أسألك عن صفقة انتقال حيدر